لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لوانه 850 لوانه كاين تفسير قرآن بيروز بيم وخزمتان وبست رزامندي رب العالمين وهوادار مئوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. واتأوانيك ودز تاك دز بكتابي خواهي قورة دقرن ونيوجكانيان بتاچي أنزام ددن أوانا كسانيشي تاك كارن إيمش أجر پاداشتي كسانيشي تاك كار بزايع نادين. إنزا وكل تفسيري قاسمي دلي والذين يمسكون الكتاب أي يتمسكون به في أمور دينهم ساق دست بيو دقرن لكاربار دين كان وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين مصلحين. ونواجه كان شام بساشي أنزام دن إما أجر باداش كسانش ساكار زايع ناكن. إنزا هر بخوي دلي لتفسير قاسمي أجر بلي التمسك بالكتاب يشتمل على كل عبادة ومنها إقامة الصلاة فكيف أفردت باش كخواي جو رص بيان ذاك أنا كسانيشي كسانك تساق دستان بكتاب خواي جو ركده كسيش تساق دست بكتاب خواي جو بقري واتهموا عبادتك ولو كتابي فرماني فكرة أنزام جدا لازمني وش طبعا نويجا باش لو لبرتي أو باس كرديه لبرتي دفن مكاتك دفن يمسكون بالكتاب واتساق دستان بكتاب خواي جو ركده همش تكا أدي باش لو بتايبتيج نويج باز دكا. أجيب بأن إفرادها إظهار لمزية الصلاة لبروي كبتايبتيج باز لنويج دكا لزمني دزقرتني عن بكتاب خواي جورا بلغي لسروي كواب راستي نويج قدر قيمته شي زور تايبتي هي لكونها عماد الدين لبروي نويج كولغي دينه وفارق بين الكفر والإيمان وكل حديث بيغمبر صلى الله عليه وسلم وهروها جياكروية لنيوان كفر وإيمان جياكروية لنيوان كفر وإيمان كوات براستي نويج زور قرنقة وكل رولة سندين آيات كإشارة بيذكره قورترين ركن لأركان كان لدواي شهادتين نويجة لويا وكو تنزاج آمجة ما فيكردي أصحاب خوان لرازي بي نيان دديد ترك كردني هيج واجبك واجباتك إن دين كفر غير نويج نبي نويج نكر للرأي زور بي زانایان بتنبالي بيان ببيت تنبالي بي بي كافر دبي هندك لزانایان زيان كتو دايقا بتنبالي بي فاسق دبي بلان وكو قتمان رأي صحابي أو هابو خوان لرازي بي ترك كردني نويج كفره سبحان الله ترخوا بنام هذا ليرش بلقي لسروي كوات مشاهدكي لدوايو كدفن دستيان بكتاب خواي جورا كرتيو نويجيش دكاد كواتا أصل ويا كسي كوادز بكتاب خواي جورا بي نويج بكا ناكري بري والله دلم باكا ونويجا كيناكم نيشتيوا دبي نويج بكاتن دبي نويج بكا نويج نكردن جيا كروا لنيوان كفر وإيمان. جاهل تفسير قاسمي قولي جشمي نقل كردية دليل تدل الآية على وعيد المعرض عن الكتاب واتبال قيل سروي كوا أو كسي بشتي لكتاب خواي جورا كردية أو وعيد برانبره هرش برانبره ووعد من تمسك به أو اتبال قيل سروي كوا وعدي تاق بباداج لبو كسي كوا دس بكتاب خواي جورا كردي تنبيها لنا وتحذيرا عن سلوك طريقتهم كواتا أجرسي لسياقي تكاني باسي أهل كتابا ولام آقادارية لبو إيما ناكري مش ڕێگای ئەوان بگرینە بەرو
تحريف كتاب خواي قورة بل كبيرست تساق دز بكتاب خواي قورة بقرين. وتدل على أن الاستغفار باللسان وتمني المغفرة لا ينفع حتى يكون معهما التوبة والعمل. كواتا وكل آت بيشوتور كوان هرتسيان ذكر دان قصة يغفر لنا كواتا أو سرزارتشيو والله واو آوات هي خالد خوش بي أو السودينية حتى وكو توبي بفعلي نكي واز لقناه تاوانيني عزم جزم نكي بوي كوا كتاب خوا ساق دست بيو بقري. وإنما العقلاء أو جاوك للتفسير سعدي ضليه أواني كوا عاقلا تكلات كبيش شوتر بسكو تايبيهات أواني كوا تحريف كتاب خواي قور ذكر مقابل بكم شتيق لدنيا أفلا تعقلون يعني أفلا يعقلون بهردو قراءاتها أنا عقلي أني وذكن أدي عاقلت شيء يا ربي ضل إنما العقلاء حقيقة من وصفهم الله بقولي أواني كوا عاقلا بفعلي عقلي رشديان هي أوانك يمسكون بالكتاب أي يتمسكون به دستي بيو دقرن علما وعملا هم علميا بيو هيا دستي بيو دقرن وعملا كاري بيدكن فيعلمون ما فيه من الأحكام والأخبار كواتا علميا بيه أو أحكاماني كتيدا علميا بيه أخوان لشار زادكن أو أخباراني كوا أنا بيشو تر خواهي يقولوا ماني باس كرديا لابودا هاتو قيامت لو ماني باس كرديا أوان علميا بيه براس علم بكتايب خواهي يقولوا كودالة أشرف العلومة برسترين علم أوي كوا كسيك علمي بكتايب خواهي يقولوا هبي ولقل أو علم شكايتين ويعملون بما فيها من الأوامر وكاردكن بو فرماناني كوا تيدا التي هي قرة العيون وسرور القلوب وأفراح الأرواح وصلاح الدنيا والآخرة مراسي أو علم بكتابي خواهي قولا وكار كردن بكتابي خواهي قولا دابي تماهي تساوروني بنداد دابي تماهي ويكوا ضلي آسود بي روحي لخوشي دا بجيو دنيا وقيامتي صلاح بي وراست درز بي. ومن أعظم ما يجب التمسك به من المأمورات أوجا طال لجورترين أو فرماناني كوا فرماني بيكرا وتساق دست بيو بجرينتيا إقامة الصلاة ظاهرا وباطنا لا جورترين شد كوا بيوز تدست بيو بجرين بظاهر وبباطني أنزام بدين نيوجا كان هم بدلوا أنزام بدين هم بلا شوا بظاهر وباطن كاتكوا رو لقبلي بيوز تروي دلي شد لقبل بي روي دلي شد لقبل بي كاتك دلي الله أكبر بر بدل بلي الله أكبر بر بدل بلي الحمد لله رب العالمين بر بدل بلي اهدنا الصراط المستقيم نوك بابرين بلا شو بزمان شتيك بلي وفكريش اللي الدنيا كم بقيمة بي. ولهذا خصها الله بالذكر لويا لنا همو فرمان كان خواهي قورة بتايبتي باسي نويجي كردية لفضلها وشرفها فضل نويج شرف قوري نويج وكونها ميزان الإيمان لبروي براستي ميزان إيمان لنويج كانت بديار دكوي وإقامتها داعية لإقامة غيرها من العبادات أجر بتساكو راستو دروستي أو نويج أنزام بدي دبي تماي أو كوا فرمان كان دي كش بتساكو راستو دروستي أنزامي بدي كأود زايع كر زحمة بتواني فرمان كاين كذب كي لو أصلا وكل سورة البقرة تفرمي واستعينوا بالصبر والصلاة كواتا داوای یارمەتی بکەن لە بۆ جێبەجێکردنی هەموو فەرمانەکانی خوای گەورە بە سەبرگرتن و بە نوێژکردن کەواتە بە سەبرگرتن و بە نوێژکردن دەبێتەمای ئەوەی کەوا یارمەتیدەرتان بی خوای گەورە یارمەتیتان بدات هەموو فەرمانەکان کە جێبەجێ بکەن. وهذه الآية ولما كان عملهم كله إصلاحا وەکو تفسير سعید دەڵێ کاتێکەوە کارەکەی ئەوانەی دەست بە کتابی خوای گەورە دەگرن أوانا دبي كردوا كان هموي تساك كاريبي لو إخوي جورد فرمي إنا لا نضيع أجر المصلحين إما أجر باداشتي كسانش ساكار ضايعنا كين يتد أوانا تساك كارن لأقواليان لأعماليان لنيتيان كواتا تساك كارن لقسكانيان لكردوا كانيان لنيتيان مصلحين لأنفسهم ولغيرهم هم إصلاح نفس خويان دكن هم إصلاح غير خوشيان دكن
وهذه الآية وما أشبهها دلت على أن الله بعث رسله عليهم الصلاة والسلام بالصلاح لا بالفساد. كوات أو آتوا هاو شوي وآتش بلغير سركوا خواي قول بيغمبراني روانا كردية عليهم الصلاة والسلام بالصلاح لا بالفساد. نادي تبوي إصلاح لصروي زي بكن نقبل العياذ بلا فساد بكن وبالمنافع لا بالمضار. خواي قول بيغمبراني ناردية وشوين كوتي بيغمبران هميان بيويستا نافع بن لبو خلشي سود بخش بن نوك زيان بخش بن وأنهم بعثوا بصلاح الدارين وأنا ناردرين بيغمبران عليه الصلاة والسلام لبوي كوا إصلاح الدنيا وقيامة خلشي بكن فكل من كان أصلح كان أقرب إلى اتباعهم. لو هركسك سندي تاكا كاربي هندن زيكتر لاتباع بيغمبران. وكل تفسير معارج داري والذين يمسكون بالكتاب أي يعملون بما جاء فيه من وصايا وأحكام. كاتكار بويدا كان كوال كتاب خواي جوره هاتيا والتمسك بكتاب مبانى أويده كار بويدا كان كالكتاب خواي جوره هاتيا لهمو أحكام كاني تحريفنا كان نايجورن وهروا بهيش شيء لسر الله سبحانه وتعالى درونا كان فتوى بنا حق نادن. ومن التمسك بكتاب الله منزل إليهم ولدزقرتنيا بكتاب خواي جورتسيا أن يؤمنوا بكل رسول ونبي جاء إلى الناس بعد موسى وهارون عليهما السلام. كواتا لازمني دزقرتنيا بكتاب خواي جورة بيستا إيمان بهمو بيغمبرك بين لا رسول الأنبياء كوا لدواي موسى وهارون هاتنا عليهم الصلاة والسلام. فلا يدخل في هذه الطائفة الذين يكفرون بالأنباء والمرسلين الذين جاءوا من بعد موسى وهارون. كواتا أوانيك كفر بو بيغمبران دا كان كوالا دواي موسى وهارون هاتنا عليهم الصلاة والسلام بالتأكيد الناس نخاني أو آتي كوا خواي قول رسولنا كابا مصلح بلكو أوانا يدخلون في الخلف الفاسد الكافر بلكو أو كوا إيمان ببيغمبران نينيتن أو داخل خاني آتكي بيشو تردبيتن كوا خلفة فاسد خلفة خرابكار. وبهذا يظهر لنا أن كل الذين كانوا يمسكون بالكتاب حقا من بني إسرائيل كوات اللي يردون بدي هذا كبهمو أوانيك ودستيان بكتابي خواي قوركر لبني إسرائيل إيمانيا بعيسى هنا عليه الصلاة والسلام كاتكوا لدواي موسى هات عليه الصلاة والسلام وهروها أوانيكوا لبني إسرائيل دستيان بكتابي خواي قوركرتيا أوانا كساني كان لدواي هاتني محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم إيمانيا بهنات جول كان ياخذ ديانا أوانا كودستيان بكتاب خواي قوركر تحريفنا كان لبري لكتاب كان فرمانيا بكرا إيمان با بيغمبر دواترو إيمان با محمد المصطفى بينا. فمن كان متمسكا حقا بالتوراة ومن كان متمسكا حقا بالإنجيل هركسك دس بالتوراة بقري يعني بإنجيل بقري فلا بد أن يؤمن بخاتم المرسلين ويتبعه حيث مازال تداني دبي إيمان بكوتا بيغمبر بيني عليه الصلاة والسلام إيمان بو كتابش بيني كخواي قورا ناديتي لبرسه لأن الإيمان بي واتباعه إيمان هنام بو بيغمبري عليه الصلاة والسلام واتباع كدنيا وبيغمبري مما فرضه الله على أهل الكتاب في كتبهم وروي لضمني أو آمراني كوا بأهل الكتاب كرا كوا إيمان ببيغمبر بين صلى الله عليه وسلم كوا لدواي بيغمبري أوان دي. إن زاد كلمة مصلح اسم فاعل من فعل أصلح كواتا إن لا نضي أجر المصلحين كاتي كوا باس لمصلح عندك أخوي سبحانه وتعالى ديار مصلح وكذا اسم فاعل لفعل أصلح هاتيا وهذا الفعل يأتي بمعنى فعل ما هو صالح ونافع في عمله وأمره كواتا بمعنى أويده واتا هرشتك لكارو كردوكان لبابتكان صالح تاك سود بخش أو أنزام ده ويأتي بمعنى أصلح غيره هم لبو خوي تاكي أنزام ده هم لبو غير خوشي إصلاح دكاو تاك دكاو هول ده فسادين نهيلي. والمصلحون هم الذين يعملون الأحمال الصالحة التي ترضي الله عنها ويثيب فاعلها كواتب مصلح أو كساننا أو كردو تاكان أنزام دن كوا خواي قوري لي رازيو هاداش لستدريتوا إتر سواء كان من أعمال الظاهر أو من أعمال القلوب أو كردوي ظاهر يا نبي يأخذ أعمال دلكامبي وهروا هر أوانشن كوا يسعون في إصلاح الناس لخذ إخوان كردوي تاك دكان لظاهر وباطن وهروا هولدن إصلاح خلشيج بكن وبانجيان دكان لبو أنزام داني كردوي تاك بانجيان دكان واز لينا لمنكرات وكار كردن بوشتي كوا خواي جورا
لێی ڕازی دەبی. ئیتر ئەسڵ وایە ئەوانی کەوا دەست بە کتابی خوای گەورە دەگرن لە نوێژەکانیان ڕەنگ بداتەوە و هەروەها کەسانێکی چاکەکار بن هەم لە بۆ خۆیان و هەم لە بۆ غەیری خۆیان. والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.